اهلا بيكم في قناة جينيوس هات تاروت. اهلا بيك يا برج العذراء. النهاردة هنشوف حياتك العاطفية في يناير 2024 ايه اخبارها. خلينا نشوف اخبارك ايه يا برج العذراء. انت اصلا ايه؟ برج العذراء معروف عنه ان هو عملي جدا وما بيحبش بسهولة، فخلينا نشوف. طيب، واضح ان انت منطلق جدا يا برج العذراء وبتبتدي بداية جديدة في حياتك. وفي تطور واضح في شخصيتك وواضح في نفسك وفي افكارك وكده، وبتغير في حاجة بتغيرها تماما، يعني حاجة وبتنجح او بتنجح في منافسة معينة او بتنتهز فرصة كويسة. هي في بداية جديدة وممكن تكون بداية عملية بالاكتر، فيها مكسب وفيها زيادة وفيها حظ حلو. بس انت قاعد متحفز اوي يا برج العذراء. انا مش عارفة ليه، في حاجة معصباك او محفزاك، او انت عايز تنتصر، بتحاول تقوي نفسك، بتحاول ان انت تبقى قوي. وتبين للناس ان انت مش محتاج حد معاك، ان انت قوي جدا، ان انت باصص لحياتك وبس في الوقت الحالي. ممكن يكون بقى عندك يأس كده شوية وزعل وهموم كده من جواك ان انت مش هتقابل الشخص اللي انت تحبه او الشخص اللي انت تبقى عايزه. بس انا شايفة ان في حد جايلك في الطريق، هو جايلك ببطء شوية بس هو جاي. واضح ان الانرجي دي بتاعتك دي كويسة، يعني مخلية الناس تبتدي تاخد بالها منك، وان انت متبقاش فاضي ومش مركز على العلاقات وكده. ومركز على نفسك وعلى تطوير نفسك وعلى تطوير من روحك وذاتك، وان انت من افكارك. حتى لو انت كنت شايف في الاول ان انت في مثلا مقصر تجاه الصلاة او كده، لا انت بترجع تاني تعمل ده. ممكن ابتديت تشوف هواية جديدة تعملها، تروح جيم، تطبخ، whatever يعني. بتعيش حياتك مع صحابك يعني، مبسوط بيها بس ومركز على شغلك بس. انت عايز تثبت حاجة يا برج العذراء، تثبت حاجة ان انت مش محتاج حد خالص، بس في كده تحفز تجاه حد معين. ممكن دي هي اللي مدياك كل، او غضب تجاه حد، ما هي دي اللي مدياك كل الطاقة دي، ان انت تبقى في الطاقة دي، ان انا امسك على نفسي وابقى قوي وانا مش محتاج حد. بس من جواك انت زعلان وحاسس انك مقيد وحاسس ان انت مش مبسوط. بس ما تقلقش، هو في حد جايلك، هو هيجيلك ببطء شوية بس هو جاي وعايز يقدم لك احسن ما عنده. اهو جايلك اهو، عايز يقدم لك حاجة حلوة، هيجيب لك هدية حلوة وهيقدم لك عرض حلو. وان الشخص ده، وان في بداية جديدة وفي نيو فيز وفي تحول، هيحصل تحول كبير وتطور في حياتك. وحتى مخك هيتغير تماما وافكارك تجاه العلاقات وتجاه نفسك. هيجيلك الشخص اللي هيحبك، جايلك قريب، هيحبك. ممكن في عايزين هنشوف امتى دلوقتي. هيحبك حب غير مشروط، هتلاقي ان العلاقة متوازنة، فيها هات وخد. وخلي عندك فيث ان الحب، العلاقات العاطفية كويسة، وهيجيلك اللي يحبك لنفسك بجد، ويبقى الحب ده غير مشروط، وهو هيفاجئك. الشخص ده هيفاجئك. طب عايزين نعرف الشخص ده انت عارفه من الماضي ولا حد جديد؟ انا بقول ان هو حد جديد، بس خلينا نشوف. هات الشخص اللي جاي برج العذراء حد شخص جديد. هل هو من الماضي؟ هو من الماضي بس هو واخد وقت ان هو ياخد ديسيجن، لسه ما خدش القرار. عشان كده بقولك ان هو بسيط، بس ما تقلقش يا برج العذراء، هو بيحبك و Cupid's arrow strikes. نهايتك حلوة أوي يا برج العذراء. طيب خلينا نشوف نصايح الملايكة ليك في حياتك العاطفية ليناير.
الصبيح الملايكة ليك يا برج العذراء في يناير. بصي يا برج، واضح ان اللي مأخر لا هو ده. انت هيجيلك شخصين على فكرة، هيجيلك اتنين في حب جديد نيو لاف، وهيجيلك حد من الماضي. اللي من الماضي ده عنده مشاكل مادية، هي دي اللي منعاه من ان هو يجي في شغله ومادياته. بس انت محتاج ان انت زي ما يكون واقف ما بين ان انا استناه ولا ما استناهوش او كده. بس انا اللي انا شايفاه ان هو هيجيلك حب جديد، هو دوت هو ده اللي هيرضيك، او هو ده اللي هتحس ان هو السول ميت بتاعك. فانت يعني calling in your soulmate, your prayers, affirmation and visualization help bring you together. يعني كل ما انت تعمل صلوات وتدعي ربنا وتبقى عندك يقين ان هو راجع، وتتخيل ده وتشوفه قدام عينك ان انتوا بتتجمعوا تاني سوا، هو ده اللي هيرجعه، ده اللي هيخليه يرجع. وفي حد تاني جايلك برضو نيو لاف، حب جديد. انت جايلك الاتنين يا برج العذراء. حلو بقى لما بتفتح بتبقى حلوة وانت بقى اللي تختار بقى ساعتها تشوف هتعمل ايه. واضح ان الشخص الجديد ده هتقضي معاه اوقات حلوة قوي playfulness، بس خلي بالك يا برج العذراء لحسن يكون ايه ما عندوش حتة الالتزام دي، يعني خلي بالك. بس انت هيبقى هو ده نيو لاف، وهتقضي معاه اوقات حلوة قوي، وهتحس ان انت رجعت الايام ما انت صغير ولشبابك، وان انت لسه صغير في وقت الجامعة بقى، وقت المدرسة والكلام ده. اتمنى اكون ان انتوا اتبسطتوا من القرايه واديتكم بعض البوزيتيف انرجي كده شويه، ان في احداث كتير هتحصل في يناير ان شاء الله. و... وسنه سعيده عليكم، واكتبوا لي بقى اول ما حد فيهم يوصل بالسلامه ان شاء الله. يا اما الحب القديم يرجع، يا اما شخص جديد يجي، اكتبوا لي. شكرا يا برج العذراء، ويومكم سعيد. باي باي.